انا بجد صدمتي الحقيقيه في الناس اللي بتحوش، الناس اللي بتحاول تخلص الراجل ده. فوقوا يا جماعه بالله عليكم، طالما شفت افرول ميري موجود، شفت عسكري مصري واخد موقف، اياك تتدخل او تعمل فيها قاضي او وسيط. بلاش نبره معلش وخلاص وما حصلش حاجه بحجه الطيبه والحنيه الزياده اللي مش في مكانها. الامن القومي ما فيش فيه مجاملات ولا ده ضيف معلش. لما الموضوع يوصل لسؤال عن معلومات عسكريه لدرجه ان العسكري يستفز للدرجه دي، يبقى الموضوع ممكن يبقى وراه مصيبه كبيره عادي. ممكن يكون وراه شبكه تجسس او مؤامره بيترتب لها علشان تهز بلدك وامنك القومي. بلاش تكون بالطيبه الساذجه اداه لتهريب واحد ممكن يكون وراه بلوه كبيره. كل التحيه للعسكري البطل ده، المفروض يكون العادي. ورسالتي الاخيره موجهه للضيوف الموجودين داخل الحدود المصريه، انتم منورين وفوق راسنا طالما بتحترموا البلد وقوانينها، لكن اياك ثم اياك انك تحاول تستغل طيبه الشعب ده وتحاول تستدرج او تستقطب اي فرد مصري سواء مدني او عسكري، او تسال في اللي مالكش فيه. اي محاوله لتخطي الحدود دي تكون نهايتها الحتميه هي نفس نهايه محاوله الاخ ده، واسوأ، لان الوعي عندنا بقى في اعلى درجاته، وجيش مصر وشعبها صحيين. اللي هيفكر يمس امن مصر بتصرف او كلمه هيدوس على دماغه وعي زي اللي حضراتكم شفتوه، ويمكن ساعتها ما نضمنش النتائج قبل ما يدوس على دماغه القانون. مصر مش مستباحه ومصيرها خط احمر.